السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله عن لوحات التحكم. معانا حضراتكم لوحتين تحكم خارجين شحن ان شاء الله. اللوحه الاولى حضراتكم راكب عليها ترموستات فوكس كوري لتشغيل دفايه وشفاط وخلايا تبريد وانذار لارتفاع درجات الحراره، وتايمر حضراتكم شغال على نفس الشفاط للتهويه وسحب الامونيا من داخل مكان التربيه، وتايمر تاني حضراتكم للفانات، ولمبه طبعا لقراءه الفولت، مفتاح الطوارئ. دايما حضراتكم في شغلنا بننصح بالترموستات الكوري، لان طبعا الترموستات هي المحور الرئيسي في تثبيت درجات الحراره سواء صيف او شتاء. مع الترموستات الكوري تقدر تعتمد عليها بشكل كبير جدا. طبعا حضراتكم الترموستات الكوري بيكون موجود خلف الترموستات زي ما واضح امام حضراتكم انها صناعه كوري. طبعا اللوحه زي ما وضحت لحضرتك بتشغل دفايه وشفاط وخلايا تبريد وانذار لارتفاع درجات الحراره. موجود كوندكتور لكل مرحله، كوندكتور لمرحله الدفايه، كوندكتور لمرحله الشفاط، كوندكتور لمرحله خلايا التبريد، وكوندكتور لمرحله الفانات. طبعا هنا حضراتكم المفتاح الثنائي ده لدخول الكهرباء العمومي، وطريقه التوصيل زي ما واضح امام حضراتكم بتكون سهله جدا. وطبعا هنا حضراتكم الحساس زي ما وضحت لحضراتكم، حساس الفوكس الكوري بيكون استانلس، حساس دقيق جدا في درجات الحراره، وطبعا مزودين الحساس بالسلك زي ما واضح امام حضراتكم. اللوحه الثانيه برضه حضراتكم راكب عليها ترموستات فوكس كوري لتشغيل دفايه وشفاط وخلايا تبريد وانذار لارتفاع درجات الحراره، وتايمر شغال على نفس الشفاط تهويه، ولمبه لقراءه الفولت. برضه حضراتكم كوندكتور لكل مرحله زي ما واضح امام حضراتكم. هنا السلك اللي راكب 6 مللي، وكوندكتور كبير لتشغيل 2 دفايه. موجود كمان حاطكم كوندكتور للشفاط وكوندكتور لخلايا التبريد. طبعا هنا اللوحه 3 كوندكتور، لان طبعا الانذار مش بيركب له كوندكتور، فطبعا سعر اللوحه دي بيقل عن اللوحه الثانيه. هنا طبعا حاطكم مفتاح قاطع ثنائي برضو كوري LS للكهرباء العمومي، وطريقه التوصيل زي ما واضح امام حضراتكم. هنا سلك سويدي 6 مللي لتشغيل دفايتين كهرباء، وتوصيل الشفاط وتوصيل خلايا التبريد. يوجد بفضل الله تصنيع جميع لوحات التحكم للغرف المنزليه وعنابر الدواجن كهرباء 220 وكهرباء 3 فاز. حابب حضرتك تصنع اي لوحه، موجود بفضل الله تصنيع جميع لوحات التحكم، لوحه لتظبيط الحراره، للتهويه، للرطوبه، كل حاجه موجوده بفضل الله. عنوان المؤسسه حضراتكم في عزبه العجانه مدينه نصر القاهره، ومن على اللوكيشن بتبحث من اي مكان عن مؤسسه ابو مالك بتظهر لحضرتك على طول. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.